تشابه الاسماء في الكمين. يعني ايه تشابه الاسماء في الكمين؟ انا ماشي بعربيتي او ماشي باي عربيه اجره، راكب ميكروباص، نزلني قال لي بطاقتك، قلت له اتفضل. بطاقه، بيكشف عليا لقى عليا قضيه. القضيه دي انا عارف انها مش بتاعتي ولا اعرف عنها اي حاجه، ولكن فجاه لقيت عليا قضيه. اعمل ايه؟ اتصرف ازاي وانا عارف ان القضيه دي ايه؟ مش بتاعتي. في الغالب في الكمين انت هتمشي ازاي؟ في الغالب انت يا اما الضابط بياخد باله انك انت مش بتاعتك فبيمشيك ويقول لك بس خد الاجراء، يا اما الضابط بياخدك معاه لحد ما تروح تحل مشكلتك. طب انا هحل مشكلتي ازاي؟ بتقدم طلب للنيابه اللي انت تابع ليها، تقول لها ايه؟ بعد اذنك انا عايز اتحرى عن شخص المتهم. بتاخد الطلب ده عليه تاشيره، التاشيره دي بتروح بيها للمباحث. المباحث بتعمل ايه؟ المباحث بتبدا تتحرى عن المتهم، وبترجع بعد ما بيجي جواب التحري بترجع بيه للنيابه عشان النيابه تديك شهاده بعد كده، عشان ما يقدرش حد يوقفك في كمين. والشهاده دي بمقتضاها بتقول ان القضيه دي مش بتاعتك، وان انت ما تعرفش عنها حاجه، وان انت مش شخص المتهم.